انا كنت ناويه ان حلقه النهارده تبقى عن ام جودي بس، لاني بصراحه بعد ما دخلت ام جودي كان عندي كميه ملاحظات تكفي الحلقه لوحدها. لكن فجاه ظهر ابو جودي، فبدل ما نبقى قدام روايه واحده بتحاول تبرئ جودي لقينا قدام روايتين من نفس البيت، وكل روايه فيهم بتخبط في التانيه. الام تقول كلام، الاب يطلع يقول كلام تاني خالص. ومش بس كده، ده احيانا الاب نفسه بيقول الجمله وبعدها ب5 دقايق يطلع يقول عكسها. فقلت لا، ما ينفعش نفضل نجزء القضيه كاننا بننزل حلقات مسلسل رمضان. احنا قدام قضيه فيها بنت اسمها هدير راحت من اهلها، وفيها اتهام وفيها فيديوهات وفيها شهود وفيها نيابه وفيها اهل متهمين بيطلعوا كل يوم بروايه جديده. فلو هنتكلم يبقى نتكلم صح من اول الحادثه لحد كلام ام جوجي ولحد كلام ابو جوجي، ونحط الروايات جنب بعض ونشوف هل اهل جودي فعلا بيدافعوا عنها، ولا هما من كتر ما بيحاولوا يطلعوها بره قاعدين يجروها اكتر. في الاول قالوا جودي ما كانتش سايقه، بعدها قالوا كانت بتمثل انها مخطوفه، وبعدين قالوا كانت راكبه ورا، وبعدين قالوا مروان هو اللي كان سايق، وبعدها قالوا جودي افتكرت انها خبطت في حجر. طيب استنى، لو هي ما كانتش سايقه عرفت منين انها خبطت في حجر؟ ولو هي بريئه ليه ما قالتش من اول لحظه انا ما كنتش سايقه؟ ولو الاب ما كانش موجود في الحادثه جاب الثقه دي منين انه يكذب الشهود ويقول بنتي مستحيل تكون هي اللي سايقه؟ النهارده عندنا الملف الكامل للحادثه، كلام ام جوجي وكلام ابو جوجي، والاهم التناقضات اللي حلت الروايه بدل ما تبرأ جوجي تزود الشكوك حواليها. مساء الفل او صباح الفل على حسب انتوا بتشوفوا الحلقه امتى. حلقه النهارده عن قضيه الناس كتيره بقت حافظاها بالاسم، قضيه هدير، لان كل يوم بيطلع طرف جديد يحكي روايه جديده، فالموضوع بقى محتاج لمه محترمه، مش كل شويه ننسب جزء ونسيب جزء. فانا هعمل معاكم النهارده حاجه واحده بس، هنراجع القضيه من اولها وبعدين نمسك روايه ام جودي وبعدها روايه ابو جودي، ونشوف في الاخر هل الكلام ده منطقي ولا احنا قدام عيله كل واحد فيها بيطلع كلام حسب دماغه. واول حاجه لازم اوضحها، انا هنا مش محكمه، مش هطلع الحكم للقضاء، لكن من حقي ومن حق اي حد بيتابع قضيه راي عام انه يسمع الروايات ويسال هل الكلام ده راكب على بعض، هل في منطق، هل اللي بيتقال ده بيدافع عن المتهمه ولا بيحاول يلبسنا روايه جديده كل يوم. اولا نرجع للحادثه من الاول. احنا قدام حادثه راحت فيها بنت اسمها هدير، والجدل كله من اول يوم قايم على سؤال واحد، مين كان سايق العربيه وقت الحادثه؟ الروايات اللي اتقالت في البدايه والتحقيقات وكلام الشهود كل ده دخل الناس في دوامه. هل اللي كانت ماسكه الدركسيون جودي ولا مروان، ولا حصل تبديل، ولا كل طرف هيحاول يحدث التهمه في حضن التاني؟ وبعدين نزل الفيديو اللي اتصور بعد الحادث، والناس بدأت تمسك في تفاصيله، طريقة الوقفة، طريقة الكلام وردة الفعل، مين كان بيقول ايه، مين كان ساكت، مين كان مرتبك، مين كان بيضحك. ومن هنا الموضوع ما بقاش مجرد حادثة، الموضوع بقى قضية رأي عام. ليه؟ لأن احنا مش بنتكلم عن عربية خبطت رصيف، احنا بنتكلم عن بنت ماتت وبنت تانية متهمة، وأهل طالعين يبرروا وشهود بيقولوا حاجة وفيديو بيقول حاجة تانية خالص، وأهل الضحية في الناحية التانية شايلين وجعهم فوق راسهم. وبدل ما الصورة تهدى مع الوقت، كل ظهور جديد من أهل جودي بيزود الفوضى أكتر. نبدأ بأم جودي، لأن أم جودي كانت أول حد من الأسرة يطلع يحكي رواية مطولة ويدخلنا في تفاصيل من نوعية جودي بريئة، مروان هو اللي كان سايق، جودي كانت عاملة نفسها مخطوفة، وفي رسائل بينها وبين مروان، وفي شهدة شافتهم، والست اللي صورتهم ديت كان مشكوك فيها، كلام عن ان هدي شغاله ولا مش شغاله، وفي كلام عن تصالح وتعويض وديه. يعني بصراحه ام جودي ما دخلتش تقول انا ام موجوعه وبقول ربنا ينزل الحق، لا، ام جودي دخلت تكتب سيناريو كامل، والسيناريو ده قايم على فكره اساسيه، جودي ما كانتش سايقه ومروان هو اللي كان سايق، وكل اللي حصل حوالين جودي فهم غلط او افتراء او تشويه. طيب ماشي، بس خلونا نمسك اهم الحاجات اللي قالتها ام جودي لانهم مهمين جدا في اللي جاي. ام جودي قالت كلام معناه ان بنتها كان في بينها وبين منوار نوع من الاتفاق او اللعب او تمثيل انها مخطوفه ونازله معاه بشكل معين، وهنا اول علامه استفهام كبيره، لان الروايه دي لوحدها بتقول ان جودي ما كانتش راكبه وخلاص، يعني بنت كانت مروحه بيتها فركبت مواصلات بالغلط. الكلام ده مش صح. احنا هنا قدام بنت في رواية امها دخلتها في جو تعالى اخطفني ونجرب ونعمل، وده مهم جدا لان بعد كده هنلاقي الاب بيحاول يطلعها من الصورة على انها كانت مجرد بنت راكبة ورا في امان الله. ام جودي حاولت تلمح ان الست اللي صورت
أو اللي كانت موجودة في المكان مش موثوق فيها، أو إن كلامها مش لازم يبقى حقيقة. وده طبعا حقها تقول اللي هي عايزاه، لكن في المقابل احنا عندنا فيديو متداول، وعندنا رد فعل متسجل، وعندنا شهود، وعندنا ناس كتيرة كانت في المكان. فما ينفعش كل واحد يطلع يشكك في كل الناس، وفي الآخر يقولك المصدر الوحيد الموثوق هو بنتي لما حلفت لي. أم جودي جابت سيرة شاهدة بتقول إن مروان هو اللي كان ماسك الدركسيون، وده مهم جدا لأن أبو جودي بعد كده هيبني جزء من كلامه على نفس الفكرة، إن في ناس شافت إن مروان هو اللي كان سيء. بس المشكلة إنهم في نفس الوقت بيتجاهلوا وبيهاجموا أو بيلغوا شهادات ناس تانية كتيرة قالت العكس. يعني لو الشاهد في صالحهم يبقى شاهد عدل، ولو ضدهم يبقى أعمى أو متآمر أو عايز ياخد تعويض، وده مش دفاع، ده اختيار. رواية أم جودي كلها فيها خط واضح، حتى لو جودي كانت موجودة فهي مش المسؤولة، حتى لو كان بينها وبين مروان اتفاق على الخروج فده ملهوش علاقة بالحادثة، حتى لو كان شكلها بعد الحادثة مستفز للناس فده سوء فهم. باختصار أم جودي ما كانتش بتحكي واقعها، أم جودي كانت بتبني مرافعة، وده حقك طبعا. بس لما الأب يطلع بعدها المفروض إما يثبت على نفس الخط أو على الأقل ما يهدش اللي اتبنى. اللي حصل الأب ما سابتش الرواية، الأب عمل رواية تانية خالص. أبو جودي ظهر وبدل ما ينقذ الموقف ولع فيه. خلينا نكون واضحين، أنا لما شفت إن أبو جودي ظهر قلت يمكن أخيرا هنسمع رواية متماسكة، يعني الأب غالبا هيطلع يقول اللي حصل كذا وكذا وكذا ونبقى قدام خط واضح. لكن اللي حصل إن أبو جودي طلع وقال كلام لو قعدت تركبه على كلام مراته هتكتشف إن إحنا قدام بيتين مختلفين مش بيت واحد. خلونا نمسك كلامه نقطة نقطة. بنتي حلفت لي إنها ما كانتش سيئة، ودي أول جملة الأب افتتح بيها تقريبا دفاعه. طيب مفهوم جدا إن الأب يصدق بنته، دي بنته، مفهوم إن يتشبث بأي كلمة تقولها له. لكن السؤال هنا، من ده بحلفان جودي؟ يعني مع كامل الاحترام، لو كل قضية قتل أو حادثة أو سرقة هتتحسم على أساس إن المتهم يحلف لأبوه يبقى نقفل المحاكم ونفتح مجلس عرفي في الصالون. أنت كأب من حقك تصدق، لكن إحنا كمشاهدين وإعلام ورأي عام وقضاء مطالبين نبص على التحقيقات وأقوال الشهود والفيديوهات اللي موجودة والتحريات طبعا اللي هتتعمل. وفوق ده كله الأب نفسه قال في موضوع تاني إنه ما كانش موجود أصلا في مكان الحادثة، يعني هو ما شافش، ما حضرش وما سمعش ولا شاف بعينه، ومع ذلك بيتكلم بيقين مطلق كأنه كان قاعد على الكبوت. طيب جبت الثقة دي منين؟ من بنتك؟ طيب ما الطرف التاني عنده ناس شافت وقالت العكس، هتلغي كل ده لأن بنتك قالت لك والله ما كنتش سيئة؟ ورجع وقال أنا أصلا ما رحتش، أبو مروان هو اللي كان موجود. ودي نقطة مهمة جدا لأن الأب هنا بنفسه بيعترف إنه مش شاهد على الواقع. طيب ممتاز، يبقى الطبيعي جدا ان كلامه يبقى بصيغه انا بنقل اللي سمعته، انا بحسب ما بنتي قالت لي، انا مش متاكد. لكن لا، الاب بيتكلم بنبره لا بنتي مستحيل تكون سيئه، لا الشهود هم اللي غلط، قالت انها شافتها بعينها دي تبقى ما شافتش حاجه، لا الناس هي اللي فاهمه غلط. استنى يا حبيبي، انت مش موجود اصلا، انت باحسن الاحوال بتنقل روايه بنتك، فليه بتكذب كل الناس بيقين اكتر من اليقين اللي عند الشاهد اللي كان في المكان نفسه؟ تاني حاجة، المواجهة مع صاحبة هدير اللي شافتها بعينيها، ودي من أهم النقط اللي في الحلقة كلها. ومداخلة للأب كانت موجودة لبنت صاحبة هدير واللي كانت في الحادثة، وقالت بوضوح إنها شافت جودي بعينها وهي سيئة. فكان الرد من الأب بمعنى الكلام لا انت ما شفتيش حاجة وهات الفيديو. طيب لحظة، البنت دي كانت موجودة في الحادثة، البنت دي كانت هناك واتخبطت وشافت واتكلمت حضرتك، ومع ذلك بتقول لها انت ما شفتيش حاجة. ده اسمه ايه؟ ده اسمه انك عايز تلغي اي شاهد ضد بنتك حتى لو كان شهادة شخص موجود في قلب الحادثة. وانا هنا مش بقول ان الشاهد معصوم، لكن بقول لو عندك شاهد عيان وفي المقابل عندك اب ما حضرش اصلا، مين فيهم كلامه اقرب للاعتبار؟ طبعا الشاهد اللي ان هو هيثبت العكس. اهم سؤال في القضية كلها، ليه جودي ما نافتش من اول لحظة؟ دي بقى النقطة اللي في رأيي صعب جدا ان حد يتخطاها. احنا عندنا فيديو بعد الحادثة وفي ست بتواجه جودي وبتقول لها كلام واضح عن ان هي السبب في الحادثة. لو جودي فعلا ما كانتش سيئة وكان كل اللي بيتقال عليها ظلم، فايه ابسط رد في الدنيا؟ انا ما كنتش سيئة، مش انا اللي كنت ماسكة الدريكسيون، اسألوا مروان، انا كنت راكبة ورا. جملة واحدة بس كانت هتفرق جدا. لكن حسب اللي متداول ده ما حصلش، ما شفناش نفي مباشر في اللحظة دي، ما شفناش محاولة واضحة تقول فيها أنا بريئة من السواق. ليه؟ ده سؤال مش هينفع الأب يهرب منه بحلفان ولا الأم تهرب منه برواية الخط، لأن دي لحظة الحقيقة.
اللحظة اللي الإنسان البريء بيبقى عنده ردة فعل تلقائي. أنت بتقولي إني أنا قتلت بنت، أول جملة وأنا بريئة مش أنا. لكن النفي جه بعدين في المداخلات في الروايات بعد ما الصورة اتولفت واتصلحت ليها شوية تفاصيل. وجت بعد كده رواية إن جودي كانت راكبة ورا. أبو جودي قال إن جودي كانت راكبة ورا لأن صاحبتها كانت المفروض إنها تركب قدام جنب مروان. طيب ماشي، نمشي معاك في الموضوع ده. صاحبتها ما ركبتش، ايه الطبيعي ان جودي هتقوم تركب قدام، لكن حسب الروايه ان جودي فضلت قاعده ورا. ليه؟ هو الكرسي اللي جنب مروان كان محجوز باسم صاحبتها، ولا جودي اتلزقت في الكنبه ومش عارفه تقوم؟ والكلام ده مش متطابق مع جو روايه الام اللي بتوحي ان في اتفاق ما بينهم على النزول واللعب والتمثيل. يعني الاب عايز يرسمها بنته قاعده ورا زي الراكب الاحتياطي، والام رسمتها كطرف اساسي في الليله دي من اولها. فاحنا نصدق مين؟ الاب بيحكي ان مروان كان سايق بسرعه وبيجرب العربيه. طيب لو بنتك قاعده في عربيه وشايفه شاب بيسوق بتهور وهي لا ليها في السواقه ولا ماسكه حاجه، ما قالتلوش ليه هدي شويه؟ طلبتش ان هي تنزل ليه؟ ما خافتش ولا هي كانت مندمجه مع المشهد؟ وانا هنا مش بقول ان السكوت يثبت انها سيئة، لكن بقول ان حتى في افضل سيناريو للاب بنته كانت موجودة في موقف استهتار كامل. يعني حتى لو افترضنا جدلا انها ما كانتش ماسكة الدركسيون، فهي في عربية سريعة مع شاب اقل من السن او من غير رخصة، وفي الاخر في بنت ماتت. فما ينفعش يتقدم لنا المشهد كأنه خروجة عائلية وسوء حظ. دي من اكتر النقط اللي في رأيي فتحت الرواية. الاب قال ان والد مروان لما وصل قعد يصوت ويقول مشوا البنت مشوا البنت. طيب استنوا هنا، لو مروان هو اللي كان سايق، ليه ابوه اول ما يوصل يقول مشوا جودي؟ ليه ما قالش مشوا مروان؟ ليه الخوف كله على البنت مش على ابنه؟ الاب حاول يفسرها ان الناس افتكرت من الجمله دي ان جودي هي المتهمه، بس الحقيقي ان الجمله دي بتخلق سؤال اخطر. هو والد مروان كان عايز يهرب جودي ليه؟ لان العرف في اي مصيبه ان اللي بنحاول نشيله من المكان بسرعه غالبا هو الشخص اللي وجوده خطر عليه او على القضيه. مش معناه ده حكم، لكن معناه ان الجمله دي مش بريئه خالص. وبعدين ما تقنعنيش ان ابو مروان كان بيقول مشي جودي لانه بيحبها اكتر من ابنه. لا، واضح ان الراجل كان شايف ان وجودها في المكان مشكله، وده لوحده محتاج تفسير. مش الناس فهمت غلط، الناس فهمت انها المتهمه. الاب بيقرر ان الناس فهمت غلط وان الشهود التبس عليهم بالامر. طيب ماشي، الناس ممكن تغلط، بس كل الناس، الست اللي صورت، صاحبة هدير، التحريات والنيابة والرأي العام والفيديو، كل ده غلط والصح الوحيد هي رواية البنت. لازم الواحد يسأل نفسه، هو فعلا كل الناس ضدكم ولا انتم اللي كل شوية بتقدموا رواية جديدة مش راكبة؟ جودي كان باينة في الكاميرات من أول ما ركبت وإن هي راكبة ورا. دي نقطة الأب حاول يعتمد عليها إن هي دليل براءة، بس حتى لو افترضنا إن الكاميرا جابت جودي راكبة ورا في البداية، ده ما يحسمش ان القضية ليها، لانه في روايات تانية اصلا بتتكلم عن تبديل حصل بعد كده. ولو احنا بنتكلم عن 2 مستهترين راكبين عربية من غير رخصة وفي سرعة، ففكرة انهم يتبطنوا الاماكن والعربية ماشية مستحيل، بل بالعكس هي اقرب للمنطق من فكرة انهم كانوا واقفين على جنب منزلين فرامل الايد وبيبدلوا بهدوء زي درس تعليم سواقة في نادي الجزيرة. يعني نقطة ان هي كانت راكبة ورا من البداية ما تنفيش انها ممكن تكون مسكت بعدين. بنتي كانت فاكره انها خبطت في حجر، وده في رايي من اكبر الهدايا اللي ابو جودي قدمها ضد نفسه، لانه بيقول ان جودي كانت فاكره انها خبطت في حجر او رصيف. استنى بس، انت من اول الحلقه بتقول ان بنتك ما كانتش سايقه. طيب لو ما كانتش سايقه، ليه هي تحديدا اللي افتكرت انها خبطت في حجره؟ ايه موقعها من الاعراف في الاصطدام عشان تكون هي صاحبه الاحساس ده؟ لو هي راكبه ورا الطبيعي تقول افتكروا ان العربية خبطت في حجرة، لكن لما تقول بنتي كانت فاكرة، فانت كده من غير ما تقصد بتتكلم انها هي اللي كانت سايقة او اللي هي اللي كانت ماسكة الدركسيون. يعني الجملة دي بدل ما تبرئها قربتها اكتر من الدركسيون. وبعدين لما تسأل في النقطة دي اتلجت لما المراسل او المذيع سألوا يعني هي اللي خبطت ولا مين، بدأ الكلام يتفكك، مرة يقول مروان، مرة يقول جودي افتكرت، مرة يقول كانت مظلومة، مرة يقول ما كانتش فاهمة في وفاة. وهنا نروح للنقطة اللي بعدها، هل جودي كانت عارفة ان في وفاة ولا لا؟ ما كانتش تعرف. الأب بيحكي حاجتين ما ينفعوش يركبوا على بعض. الحكاية الأولى ان ابو مروان وصل وقال مشوا البنت والناس فهمت ان هي المتهمة، وده معناه ان المكان كله كان في حالة ذعر وعارف ان في مصيبة حصلت.
والحكاية التانية ان جودي كان شكلها مستفز او كانت بتضحك او ما كانتش مدركة لانها ما كانتش فاهمة ان في حالة وفاة. طيب ازاي؟ يعني المكان كله عرف والناس بتصور يمشوا البنت ومع ذلك هي ما كانتش فاهمة ان في مصيبة. اما ان المشهد كان كله واضح وبالتالي ردة فعلها مستفزة ومريبة، واما انك بتحاول تخلق ليها عذر متأخر لما الناس مسكت في الفيديو، انما الاتنين مع بعض صعب جدا. نيجي بقى لعرض الصلح والتعويض. من ضمن كلام الاب انه قابل خال هدية وقال له تقريبا اللي حضرتك عايزه وانا مستعد لاي نوع من المصالحة او التعويض. طيب لحظة، لو بنتك بريئة 100% وما كانتش سيئة ومروان هو المسؤول، انت ليه اصلا داخل تعرض تعويض؟ انا مش بقول ان العرض ده ادانة قانونية، لا، ممكن يكون من باب التهدئة او الجبر او الشهامة، لكن في سياق روايتك انت الجملة غريبة، لانك من ناحية بتقول بنتي ملهاش دعوة ومن ناحية تانية داخل تتكلم كأنك طرف مباشر في الجرى، وده مش معناه دليل لوحده لكن علامة ارتباك في الرواية. وبعدين نيجي لجملة انا حاسس بظلم، ودي جملة مؤثرة جدا لو اتقالت في سياق تاني. اي اب شايف بنت متهمة هيحس بظلم لو مقتنع انها بريئة، مفهوم، بس المشكلة اننا في قضية في اهل بنتهم ماتت، يعني مهما كان وجعك على بنتك وهي محبوسة او متهمة فده ما يقارنش بوجع اهل هدير. بنتك موجودة هتتحاكم، هتدافع عن نفسها، القانون هيسمعها، لكن هدير مش موجودة اصلا. فما ينفعش فجأة ان مركز القضية يتحول من مين المسؤول عن موت هدير الى يا عيني دي جودي الظلمة. احنا مش في مسابقة تعاطف، احنا في قضية موت. ابو جودي اتكلم اكتر من مرة ان في كسل وان ازاي الكاميرات ما اتفرغتش بسرعة وازاي الموضوع ما اتحسنش. طيب سؤال بسيط، كسل في ايه؟ النيابة اتحركت وفي شهود وفي تحقيقات وفي تحريات وفي بيانات وفي فيديوهات اتناقشت وفي رأي عام متابع، ولا المقصود بالكسل ان النتيجة لسه ما اتقالتش ان جودي بريئة؟ لان في ناس كتيرة جدا بتتعامل مع العدالة كده، لو قرر في صالحها يبقى ده قضاء نزيه، ولو ضدها يبقى في كسل ومؤامرة. لا يا حاج، العدالة مش شغالة بالأمنيات. وبعدين قعد يقول انا بنتي محترمة وكانت مع صاحبها مش مع حد غريب. دي من الجمل اللي اتكررت جدا من ابو جودي، والحقيقة ان الجملة دي لوحدها بتكشف ان الاب مش فاهم اصل الاعتراض او بيعتمد انه يغيره. احنا مش بنقول ان جودي كانت مع حد غريب او اننا بنحاسبها على انها ركبت مع ولد، الموضوع مش اخلاقي بالمعنى الضيق اللي انت بتحاول تودينا ليه. الموضوع ان في قاصر او شاب صغير وعربية وسواقة واستهتار وحتى انتهت بموت بنت. في المشكلة مش غريب ولا صاحب، المشكلة في السلوك اللي حصل. وبعدين هو لو مروان صاحبها ومأمون جدا وده هاني وبتاع العيلة، يعني ليه وقت الجد كل طرف فيكم بيهدف التهم على التاني؟ ليه الصاحب المحترم فجأة بقى هو المتهم المناسب؟ وليه وقت الأزمة الثقة بتتبخر؟ ونيجي بقى لنقطة شغل أبو جودي وليه الناس واقفة عندها. أنا مش من أنصار الدخول في نظريات المؤامرة، ولا يهمني شغال فين بقدر ما يهمني إيه اللي حصل في القضية. لكن فعلا في نقطة غريبة، كل ما حد يسأله حضرتك بتشتغل إيه يقولك موظف بس، ويقفل الجملة على كده. طيب موظف فين؟ في أي مجال؟ مش لازم تقول اسم المؤسسة، لكن أنا على الأقل تاريخ عام، بنك، قطاع طبي، علاقات عامة، شركة خاصة، أي حاجة. السبب ان الغموض الزايد في قضية الرأي العام بيخلق شائعات، والشائعات دي لو ما اتقفلتش بمعلومة واضحة بتفضل شغالة. انا مش هبني على النقطة دي اتهام، لكن اقدر اقول الغموض الزايد بيخلي الناس تشك بدل ما تطمن. ازاي ابو جودي وام جودي ورطوا بالتهم بدل ما يطلعوها، وده اهم جزء في الحلقة. تعالوا نجمع الروايتين جنب بعض ونشوف. اول تناقض ما بينهم، الام تقول ان في رسائل وتمثيل وخطة نذور، والاب يرسمها كانها مجرد ركبه ورا وخلاص. يعني الام بتقول ان بنتها كانت طرف اساسي في الليله دي وفي تواصل وترتيب مع مروان، والاب يقول لا، دي كانت مجرد قاعده ورا وصاحبتها اصلا هي اللي كانت هتقعد قدام. الروايتين مش شبه بعض. تاني حاجه، الاب يقول انا ما كنتش موجود، لكنه بيتكلم كانه شاهد عيان. لو انت مش موجود يبقى تتكلم بحذر، لكن انت بتكذب شهود وبتكذب بنت موجودة في الحادثة وبتكذب ناس شافت وبتحلف على براءة بنتك كأنك كنت قاعد جنبها. تالت حاجة، الأب يقول جودي ما كانتش سيئة، بعدين يقول جودي افتكرت انها خطت في حجر. طيب ازاي؟ ايه علاقة جودي باحساس الانصدام لو هي ما كانتش سيئة؟ رابع حاجة، الأب بيقول الناس فهمت غلط، لكن في شهود قالوا انهم شافوه كل مرة أي شاهد ضدهم يبقوا فاهموا غلط أو افتراء أو عايزين تعويض. طيب ما هو برضك من حق الناس تقول إن البيت كله بيحاول يزور الصورة. وخامس نقطة، الأب يقول جودي ما كانتش عارفة إن في وفاة.
مع ان هو نفسه بيحكي ان المكان كان عارف وكان فيه صريخ وكانه حد عمالين يقولوا مشوا البيت. يبقى اما ان المكان كان في حالة ذعر وساعتها هي عرفت، او ان الرواية اتفصلت بعدين عشان تبرر شكلها في الفيديو. نيجي بقى لسادس نقطة. الأب بيعرض تصالح وتعويض وفي نفس الوقت بيقول البنت ملهاش أي ذنب. ممكن يكون بدافع الإنسانية، لكن في سياق الدفاع القاطع إن هي بريئة الجملة دي مش مريحة. وسابع نقطة، الأم والأب الاتنين بيحاولوا يبرئوا جوجي، لكن النتيجة إنهم بيرجعوا لمسرح الجريمة كل مرة. كل مرة حد فيهم يتكلم يطلع تفسيرة جديدة تربطها أكتر. كانت مع مروان في رسايل، في تمثيل، كانت ورا، لا دي كانت عارفة، لا ما كانتش عارفة، افتكرت إنها خبطت حجر، لا ما كانتش سايقة أصلا. في النهاية بدل ما يطلعوها بره هما بيخلوا المشاهد يقول طب احكوا رواية واحدة بس واثبتوا عليها. أنا بقى شايفة إيه؟ أنا شايفة إننا قدام مشهد فيه 3 مستويات. المستوى الأول الإنساني، أهل جودي بيدافعوا عن بنتهم وده مفهوم، مفيش أب أو أم هيطلعوا بسهولة يقولوا بنتنا غلطانة. المستوى التاني الإعلام، كل ظهور إعلامي جديد من الأسرة مش بيهدي الأزمة، بالعكس ده بيخلق أسئلة أكتر وتناقضات أكتر، بيفتح أبواب شك جديدة. المستوى التالت القانون، الحسم مش عندي ولا عند أي حد، الحسم في التحقيقات والنيابة والقضاء والكاميرات والتقرير والأدلة، لكن الرأي العام من حقه يسأل إزاي كل حد من أهل جودي يتكلم. الصورة ما توضحش بل بتتعقد أكتر. في النهاية أنا مش مشكلتي مع أم جوجي ولا أبو جوجي كأب وأم موجعين على بنتهم، أنا مشكلتي مع محاولة تحويل القضية من قضية حقيقة وعدالة إلى حملة علاقات عامة لتنميع جوجي. كل شوية رواية جديدة، كل شوية تفسير جديد، كل شوية حد يطلع يقول لأ ما كانتش كده دي كانت كده. والغريب إن كل رواية جديدة بدل ما تقفل الثغرات بتفتح ثغرات أكبر يا جماعة. في بنت اسمها هدير ماجد ودي الحقيقة الوحيدة الثابتة وسط كل الفوضى دي. فمن فضلكم وانتوا بتدافعوا عن جدكم ما تدفنوش البنت التانية تحت الكلام، ما تطلبوش من الناس يغبر عنهم ويكذبوا الشهود ويرموا التحقيقات في الزبالة مجرد إن الأب مقتنع أو الأم بتحكي. الدفاع عن الأبناء مفهوم، لكن الدفاع عن الحقيقة إنك تقول القانون ياخد مجراه. لو بنتي بريئة يثبت ده بالدليل، ولو غلطت يتحاسب. أما فكرة بنتي حلفتني فدي تنفع بينك وبينها في البيت، لكن في قضية فيها دم لازم الدليل يبقى أعلى من الحلفان وأعلى من المداخلات وأعلى من الروايات اللي كل واحدة بتكسر التانية. ربنا يرحم هدير ويصبر أهلها ويظهر الحق كامل، مش الحق اللي يريح طرف ولا الحق اللي يلمع صورة حد، الحق الحقيقي. ولو انتوا شايفين ان رواية ام جوجي وابو جوجي اقنعتكم قولولي ليه، ولو شايفين انها زودت الشكوك قولولي ايه اكتر نقطة وقفتكم. ولو الفيديو وصل لكم لحد هنا متنسوش اللايك والاشتراك والكومنت وخلوا النقاش محترم، لان في الاخر احنا مش بنتفرج على مسلسل، احنا بنتكلم عن بنت ماتت وحقيقة لازم تظهر.